البيت فاضي ها. This is my father Duke Signet. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. إرودي دينا هشيداني ني لسان الجايب روي دي مالاروك عشيديم. يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ انت وحشني. اولا كل سنه وانت طيب. ثانيا انا نرد افلام، والفيديو ده هو بوابتك لعالم دون بروفيسي، وهو الفيديو العربي الوحيد اللي هيكلمك عن الكون بتاع دون بتعمق. والنهارده هنتكلم عن المسلسل السبين اوف او المشتق من عالم دون، وهو مسلسل مكون من 6 حلقات. بس قبل ما ندخل في الريفيو خليني كده ادي لك اوفر فيو لايه اللي هنتكلم عليه النهارده. طبعا الزعبوط الحاجات اللي انت شايفها دي لانها بصور في ليله راس السنه، وغالبا انت هتشوف الفيديو ده في السنه الجديده، فكل سنه وانت طيب. ودلوقتي خليني اقول لك هنتكلم على ايه في المسلسل. في الاول كده هنتكلم عن المسلسل فنيا، بعد كده عندنا فقرتي المفضله واللي انت غالبا جاي عشانها، وهي فقره نرد افلام، واللي هنفصص فيها المسلسل وهنتكلم عن كل حاجه مش واضحه فيه، لان في حاجات من الروايات ذكرت في المسلسل وعدت سريعا فهنوضحها، وكمان هنشرح النهايه المبهمه للمسلسل، وهنتكلم في شويه تكهنات او توقعات كده عن مستقبل السلسله. وليه التكهنات والتوقعات دي مهمه؟ لان في اخر ريفيو دون اللي فات اللي انا عملته انا قلت توقع ما كده وطلع صح، وده كان واحد من ضمن توقعات كتير غالبا اغلبها هيكون صح. وفي اخر الفيديو طبعا هنقيم المسلسل. تنويه اخير بس يا حبيب اخوك، الريفيو دي بتتصور بعد انتهاء المسلسل بحوالي اسبوع، فانا هتكلم في احداث المسلسل براحتي، فلو انت ما شفتش المسلسل فاعمل للفيديو ده سيف وروح شوف المسلسل وارجع لي تاني. وقبل ما نبدا برضو في الريفيو عايز اقول لك ان المسلسل ده هو اكتر عمل مرئي لحد دلوقتي فيه تفاصيل من روايات دون، وعشان كده فيديو النهارده هو كبير شويه. فانا عايزك يا حبيب اخوك تجيب كوبايه شايك او تجيب حاجه تاكلها لان الجو ساقع، وزي ما انت شايف الفيديو بتاعنا طويل ازاي. وعايز اؤكد لك ان الريفيو دي مكتوبه بمزاج وشغف عالي جدا جدا، فانا عايزك تنبسط. ودلوقتي يلا بينا نبدا الريفيو. قلعنا الزعبوط بقى عشان نخش في الريفيو. نبدأ بقصة المسلسل. أحداث مسلسلنا بتبدأ قبل 10,000 سنة من ولادة بول أتريديس، يعني قبل 10,000 سنة كاملة من أحداث دون، واللي بنشوف فيها تأسيس مدرسة أو جماعة البني جسرت سيستر هود على إيد الريفرند ماذر راكيلا. والمسلسل بياخدنا لفاليا هاركونين ورحلة صعودها عشان تبقى الريفرند ماذر، وبنشوف إزاي البني جسرت جذورها اتمدت للعائلات الكبرى في الإمبراطورية، وده كان طموح فاليا هاركونين. وعلى الجانب الآخر بنشوف ديزموند هارت اللي بيحاول يوقف سيطرة البني جسرت على العرش الإمبراطوري اللي بيعتليه جافيكو كورينو. ومن هنا هتدور أحداث مسلسلنا. من افضل الحاجات في المسلسل ان مفهوش ابطال واشرار، كل شخصيات المسلسل هي شخصيات طموحه بتسعى لاهدافها الشخصيه، واهدافهم واضحه حتى لو ما نعرفش دوافعهم، زي ديزموند هارت واللي عرفنا ايه اللي بيحركه في الحلقه الاخيره، وده هنشرحه في فقره نرد افلام. بس دوافعهم الشخصيه دي هتخليك ما تتعاطفش مع اي حد فيهم. بمعنى اخر كل شخصيات المسلسل هي في منطقه جراي كده، وده لان افضل حاجه في المسلسل هي الستوري تيلينج. يعني المسلسل كله عباره عن مؤامرات وخطط، ودي كانت حلوة في انها كل شوية بتوريك بلوت جديدة انت ما كنتش متوقعها، بس ده كان ولا حاجة جنب الستوري تيلينج العظيم اللي بيحكي لك تاريخ الشخصيات بتاعة المسلسل. والمسلسل مش بيبدأ بانه يحكي لك تاريخ كل الشخصيات مرة واحدة، لا هو بيستنى حدث معين تكون قصة الشخصية والباك جراوند بتاعها بيخدم الحدث ده، ويبدأ يحكي لك تاريخ الشخصية. بمعنى اخر الماضي بيخدم على الحاضر، ودي كانت صياعة بصراحة في الستوري تيلينج. واكتر قصتين عجبوني في المسلسل هي قصة صعود فاليا هاركونين وازاي بقت الريفرند ماذر، وقصة تولا هاركونين اختها وانتقامها من عيلة الاتريدس. برضه من الحاجات اللي عجبتني في المسلسل، برغم ان كل ابطال المسلسل هم يعتبروا ستات لانهم من بني جسر السيستر هود، الا ان المسلسل ما وقعش في اكبر خطأ كان ممكن يقع فيه، وهو انه يحشر الاجندات النسوية في المسلسل. خطأ وقع فيه مسلسل زي هاوس اوف دراجون، بس صناع دون بروفيسي كانوا شطار وتفادوا الموضوع ده وما حطوش اي اجندات. اما بالنسبة للسينماتوجرافي فكانت جميلة جدا، وشفنا اماكن جديدة زي كوكب ولك التاسع وكوكب سالوسا سكوندس بشكله القديم، لان احنا شفنا شكله جديد في دون الجزء الاول، وهنتكلم برضو عن الموضوع ده اكتر في فقرة نرد افلام. ما تستعجلش على فقرة نرد افلام يا حبيب اخوك، كله جاي، دي هتبقى مدعكة قدام.
الحاجة الوحيدة اللي كنت مفتقدها في المسلسل، ودي بالنسبة لي كانت أضعف حلقة فيه، وهي الموسيقى التصويرية. يعني مسلسل بالبلوتس دي وبالمؤامرات دي كان عايز موسيقى هانز زيمر الإيبك زي الفيلم. ونيجي بقى للبطل الأول من حيث الأداء التمثيلي، وهو كينج راجنر الشاشة ترافيس فيمل في دور ديزموند هارت. هو دوره إنه يبقى مرعب ويخوف ويكون تهديد مباشر لبيني جسرت سيستر هود، وهو في كل مشهد ليه كان بيأكد على إنه فعلا مرعب ويخوف وتهديد. فهو أعلى أداء تمثيلي في المسلسل وبجدارة. وطبعا هشرح لك النهاية اللي تخصه والفيجن بتاعته في فقرة نرد أفلام. وحيث إننا قربنا على فقرة نرد أفلام، فأنا عايز أشاور لك على حاجتين كده. أول حاجة، وهي رغم إن ديزموند هارت هو كان الفيلن بتاع المسلسل، وبرغم قوته وجبروته، إلا إنه مش أكتر من جندي للفيلن الرئيسي اللي هو الروبوت اللي صنعه، وهنتكلم في ده برضو كمان شوية. تاني حاجة عايز أشاور لك عليها، وهي إنك مش واخد بالك يا حبيب أخوك إن كل تزاوج بين هاركونين وأتريديس بيخلفوا عيل عنده قدرات مهولة. يعني زي ديزموند هارت في المسلسل بتاعنا، وزي بول أتريديس ابن ليتو أتريديس وليدي جيسيكا. قبل ما نبدأ فقرة نرد أفلام، خليني أقول لك يا حبيب أخوك إني غطيت جزء كبير جدا من الكون بتاع دون في ريفيو فيلم دون الجزء الثاني، واللي هتلاقيها طالعه لك هنا أو هنا لو أنت بتتفرج على يوتيوب. وهقول لك على النقط اللي أنا غطيتها في الفيديو اللي هناك عشان تبقى عارف لو عايز تشوف حاجة معينة. بس قبل ما أقولهم لك، عايز أقول لك إن في نقط منهم أنا ذكرتها سريعا هناك وهتعمق فيها النهاردة، وفي نقط تانية أنا مش هتكلم عليها تاني لأنها ذكرت هناك وخلاص. والنقط اللي ذكرت في ريفيو دون الجزء الثاني هي لانزراد، باتليريان جهاد وماشين كروسيد، السبيس جيلد، السردوكار، بيني جسر السيستر هود، الفريمان، لسان الجايب، الكفيتزات هديرخ، وبول أتريدس. وفي آخر الريفيو وقتها ذكرت سريعا البيني تيليلاكس وغول الدنكن ايداهو وعيال بول أتريدس. وفي نقط من اللي أنا لسه قايلها لك دلوقتي هنغوص فيها. في أول الريفيو بتاعتنا النهاردة قلت لك إني توقعت توقع وطلع صح، والتوقع ده كان في آخر الفيديو بتاع فيلم دون الجزء الثاني. التوقع إن أحداث فيلم دون الجزء الثالث هتكون مبنية على رواية دون ميسايا، وده اللي أكده المخرج دينيف فيلينيف من فترة لما طلع قال إن الجزء الثالث من سلسلة دون هيكون اسمه دون ميسايا. ودلوقتي يا حبيب أخوك أنت رسميا بقيت جاهز عشان تيجي معايا لأعظم فقرة عندنا النهاردة، وهي فقرة نرد أفلام. اهلا بيك يا حبيب اخوك في فقره نرد افلام، ودي الفقره اللي هنفصص فيها كل حاجه عن المسلسل، وهكلمك عن حاجات انت اخدت بالك منها وحاجات ما اخدتش بالك منها. وعايزك يا حبيب اخوك تصبر معايا لان انا هحكي لك قصه طويله، بس لازم احكيها لك عشان القصه دي هتجاوب لنا على اسئله كتير. بدل ما نطرح الاسئله ونقعد نجاوب عليها، لا احنا نحكي والقصه هي اللي هتجاوب لوحدها. واحداث الروايات غير المسلسل ومش ماشيه بنفس الترتيب، ولذلك انا هحاول الخص لك الدنيا على قد ما اقدر. زي ما انت عارف يا حبيب اخوك ان عالم دون مبني على 24 رواية، منهم 6 كتبهم فرانك هيربرت الكبير اللي هم اول 6، وباقي ال 18 شارك في كتابتهم ابنه براين هيربرت. من ضمن الكتب ال 18 اللي كتبهم ابنه هم ثلاثية اسمهم ليجندز اوف دون، ودي بتتضمن 3 كتب وهما باتليريان جهاد وماشين كروسيد وباتل اوف كورين. وكتب ثلاثية تانية اسمها ذا جريت سكولز اوف دون، ودي بتتضمن سيستر هود اوف دون ومنتاتس اوف دون ونافيجيتورز اوف دون. اهو مسلسلنا بقى مبني على ثلاثيه ذا جريت سكولز اوف دون مع تاثر اكبر بكتاب ذا سيستر هود اوف دون. وخلينا نبدأ حكايتنا النهاردة من نقطة بعيدة شوية، وهي الأرض القديمة، واللي الإمبراطور جافيكو كورينو ذكرها في الحلقة ال5 وقت ظهور السردوكار الأول قدامه. شوف يا حبيب أخوك، كل الموجودين في عالم دون هم بشر عاديين حتى مع وجود قدرات مختلفة فيهم، وهقول لك اكتسبوا القدرات دي إزاي، بس هم يظلوا بشر عادي جدا. بس المهم إن الأرض القديمة دي سكنها البشر قبل ما يسيبوها ويبدأوا يستوطنوا كواكب ومجرات تانية. وكوكب الأرض كان دوره مهم لأن عليه اجتمع لجنة المترجمين المسكونيين اللي عملوا الكتاب الديني اللي بيستخدمه كل سكان دون تقريبا، وهو الأورنج كاثوليك بايبل، وهو الكتاب البرتقاني اللي ظهر في مسلسلنا وكانت السيسترز بتقرا منه، وظهر كمان في الجزء الأول بتاع فيلم دون في لمحة سريعة كده لما كان جيرني هالك بيقرا فيه. والكتاب ده هو يعتبر النص المقدس اللي موجود في الكون اللي كل السكان بيتبعوه، وهو ببساطة عبارة عن نصوص من أديان كتيرة جدا
جدا متجمعة مع بعض مع شوية فلسفة. وأنا مش هتطرق لموضوع الأديان في الكون بتاع دون لأن في كلام كتير مش عاجبني، ولأني وضحت قبل كده في آخر الفيديو اللي فات بتاع دون إن أنا ضد استخدام الدين والشرائع المقدسة بتاعت الناس في أعمال الخيال العلمي. نرجع للأرض بقى. كوكب الأرض عند وقت ما كان مجرد ذكرى، بعد كده هيتحول لأسطورة لحد عصر بول أتريدس هيكون اتنسى تماما، لأنه برغم إنه موطن البشر الأول إلا إنه أثناء الباتليريان جهاد اتدمر تماما وما بقاش صالح للحياة. في الحلقة الرابعة الإمبراطور كان بيكلم ديزموند هارت وقال له إن جدوده قتلوا الجبابرة أو العمالقة أو التايتنز. طب مين التايتنز دول؟ هم كانوا بشر عاديين عايشين في المملكة القديمة اللي سادها الركود والفساد، فجاء 20 شخص قرروا يعملوا ثورة عشان يحكموا هم، واختاروا لنفسهم أسماء شخصيات تاريخية من الأرض القديمة. ومن ال20 دول يهمنا 3 أشخاص بس. أول واحد وهو أجامنون، واللي سمى نفسه على اسم شخص من الميثولوجيا الإغريقية القديمة، ومن نسل الراجل ده هتيجي عيلة الأتريدس. وتاني شخص معانا وهو بربروسا، وده كان مخترع تكنولوجي على قدر من الذكاء، وهو اللي اخترع أومينوس الشرير بتاع قصتنا كلها، وده هنتكلم عليه كمان شوية. وبربروسا التايتن سمى نفسه على اسم خير الدين بربروسا البحار العثماني العظيم. وتالت واحد معانا والأخير وهو زركسيز، وزركسيز اتولد كأمير. السلطة والمال أفسدوه في سن صغير، وده سمى نفسه على اسم ملك الفرس العظيم زركسيز الأول أو خشيرشا الأول اللي شايب الإغريق. قبل ما أحكي لك عن أومينوس خلينا نطرح سؤال مهم: إزاي ال20 شخص دول كانوا ثوار في المملكة القديمة وفضلوا عايشين لحد الباتليريان جهاد؟ إحنا بنتكلم كده إن هم فضلوا عايشين فوق ال1000 سنة. ده بسبب إنهم حولوا نفسهم لسايميك، وسايميك دي هي عبارة عن تكنولوجيا بتخليهم يحفظوا مخهم بعيدا عن جسدهم المادي، عشان لو الجسد مات يفضلوا هم أحياء. وعلى رأي عمك حكيم، ده عيش الجسد مش دايم، لكن اللي دايم حلاوة روح. راجل ايديتور حط لي صورة هيفاء وهبي هنا كده هكون مبسوط جدا. نيجي بقى لأومينوس. من شوية قلت لك إن بربروسا صنع ذكاء اصطناعي هدفه إنه يساعد التايتنز على إنهم يحكموا السيطرة على مملكتهم ويساعدهم على الحكم. بس زركسيز ما كانش مهتم لحاجة غير لمزاجه وكيفه وإنه ينبسط، فساب للذكاء الاصطناعي أومينوس حرية التصرف. فأومينوس اللي بقى مسيطر ابتدى يتصرف لوحده واحدة واحدة، وبدأ يطور من نفسه وتواصل مع باقي النسخ بتاعته وبدأ يطورهم هم كمان. بربروسا كان حاسس إن ده ممكن يحصل، فطور الجوريزم تخلي أومينوس مهما استقل في تفكيره وتطور ما يقدرش يأذي التايتنز او الجبابرة. وده اللي حصل فعلا. أومينوس بقى مسيطر على الكون ككل، واستعبد البشر واستعبد التايتنز نفسهم، بس ما كانش يقدر يأذي التايتنز زي ما كان بيأذي البشر. وده هيودينا لإيراسموس. وإيراسموس كان ذكاء اصطناعي برضه، وكان جزء من أومينوس، بس عدى بشوية تجارب خلته يطور نفسه لوحده واختار لنفسه اسم إيراسموس. وده شبه اسم ديسيدوريوس إيراسموس، وهو واحد من أشهر وأعظم علماء الإنسانيات في تاريخ الأرض. لأن الذكاء الاصطناعي إيراسموس هو كمان كان مهتم بدراسة الإنسان وردود أفعاله ونمط معيشته، وده خلاه يعمل تجارب قاسية جدا على البشر، بل إنه عند لحظة معينة كان مكروه أكتر من أومينوس نفسه. وإيراسموس كان من أبرز أسباب اندلاع الباتليريان جهاد والثورة ضد التكنولوجيا، لأنه هو قتل الطفل الرضيع ابن سيرينا باتلر، وهي واحدة من أبطال الجهاد واللي تم ذكرها في مسلسل. بعد ما بدأ الباتليريان جهاد والثورة ضد التكنولوجيا، إيراسموس هرب لكوكب كورين. وعلى كوكب كورين إيراسموس لقى عبد صغير وسماه جيلبرتوس ألبنز، وافتكر الاسم ده كويس. وعلاقة إيراسموس وجيلبرتوس ابتدت تتطور، وبدأ إيراسموس يعلمه ويربيه لحد ما اتطورت علاقتهم وبقت علاقة أب وابنه. وده هيودينا للمين ايفنت اللي عندنا، وهو باتليريان جهاد وباتل اوف كورين، واللي ابطالهم سمعنا اساميهم على مدار المسلسل كذا مره، ومنهم سيرينا باتلر صاحبه اول شراره للجهاد، واللي ابنها الرضيع اتقتل زي ما قلت لك. وتاني واحد وهو فوريان اتريدس، واللي كان من ابرز قاده الحرب وبطل الحرب كلها عموما. ورينا باتلر اللي سمعنا اسمها بيتكرر كذا مره على مدار المسلسل، كانت من ابطال روايه ماشين كروسيد وباتل اوف كورين، وفي بعض النصوص من الاورنج بايبل بتنسب ليها. في الباتليريان جهاد أومينوس كان ناشر نفسه أو نسخ منه على مدار العوالم والكواكب المختلفة، وكان بيتم هزيمته لحد ما اتبقى نسخة واحدة بس على كوكب كورين، والجهاديين حصروه هناك لمدة 20 سنة كاملة. وأنا كده بختصر لك معركتين كبار جدا جدا لدرجة إنهم اتعملوا في 3 كتب.
المهم بعد الحصار ده ما طول، إيراسموس ربط 2 مليون عبد بشري في أقمار صناعية ونشرها في المدار بتاع كوكب كورين، وهدد الجهاديين اللي محاصرين الكوكب بقيادة فوريان أتريدس إنهم لو دخلوا المجال بتاع الكوكب هو هيفجر الأقمار الصناعية دي وهيموت ال 2 مليون بشري اللي مربوطين فيهم. وكان إيراسموس بيهدف إنه يضعف الحصار أو يخلي البشر ما يهاجموش، بس وقتها فوريان أتريدس كان متعصب جدا وكان عايز يقضي على أومينوس وإيراسموس بأي شكل، فقرر إنه يهجم على كوكب كورين حتى لو هيموت ملايين البشر. وفي اللحظة دي وركز معايا، أبو لورد هاركونين اللي هو واحد من أجداد فاليا هاركونين بطلة مسلسلنا اعترض على الهجوم ده وشاف إن قتل ملايين البشر هي حركة متهورة، فقرر إنه يعصى الأوامر وعطل كل الأسلحة اللي تحت إيده. فوريان أتريدس مهمهوش كل ده وقرر إنه يهجم لوحده هو وقواته، وبعد ما هجم اتفاجئ إن مفيش ولا أي حاجة اتفجرت، وده لأن إيراسموس عطل كل القنابل لأنه اكتشف إن جيلبرتوس ألبنز اللي هو كان بيعتبره ابنه مربوط في واحد من الأقمار الصناعية دي. واجتاح البشر كوكب كورين وقضوا على إيراسموس وأومينوس، بس في الحقيقة الاتنين ما ماتوش بالظبط. إيراسموس أنقذوا جيلبرتوس ألبنز، وأومينوس ما ماتش تماما يعني، بس قصة رجوعه طويلة شوية وفي المستقبل البعيد جدا في عصر ابن بول أتريدس اللي هو ليتو أتريدس الثاني، فملناش دعوة بيها دلوقتي. أظن بعد القصة دي أنت عرفت ليه فاليا هاركونين كانت بتكره عيلة الأتريدس وعايزة تنتقم من فوريان أتريدس بالذات، لأن بعد اللي عمله أبو لورد هاركونين في معركة كورين واللي ما كانش غلط بالمناسبة، ولكن أعلنوا فوريان أتريدس كخاين، وبدل ما يتم إعدامه تم تجريده من كل ألقابه العسكرية وتم نفيه للانكفيل، ودي المكان اللي شفناه في مسلسله. والأهم إن وصف الجبن والخيانة بقى مرتبط بعيلة الهاركونين، بسبب الحدث ده هينشأ العداء الأزلي اللي بين الاتنين هاوسز. وبالمناسبة فوريان أتريدس ما قتلش أخو فاليا هاركونين لا في الروايات ولا في المسلسل، هو اتهم فيه ظلم، وحتى بعد كده حاول إنه يبعت مساعدات مالية لعيلة الهاركونين في لانكفيل بس هم رفضوها. أنا عارف يا حبيب أخوك إنك قد تكون تهت مني شوية وشايف إن عمو نرد أفلام بيحيد عن الموضوع الرئيسي وهو المسلسل، بس أنا بأكد لك إن أنا بتكلم في صلب الموضوع، وهتعرف إزاي لما نجاوب على الأسئلة المهمة كمان شوية. بس دلوقتي خليني أحكي لك آخر حتة من القصة قبل ما نجاوب على الأسئلة المهمة ونشرح النهاية. بعد باتل اوف كورين وبعد ما اتجرمت صناعة التكنولوجيا كان لازم البشر يلاقوا بديل، وهي عن طريق انهم يحولوا الانسان نفسه انه يعمل الوظائف اللي كانت بيعملها التكنولوجيا، ولذلك اتأسست الثلاث مدارس اللي قلت لك ان الروايات اتسمت عليهم، واللي هم كانوا اول رواية سيستر هود اوف دون، ودي اللي هيكون فيها قصة البني جسرت اللي هنحكيها دلوقتي، وتاني واحدة مينتاتس اوف دون، ودول المينتاتس ودول كانوا مسؤولين عن الاحتمالات والاحصائيات والحسابات وكل الحاجات اللي بيعملها البروسيسور عموما. وبالمناسبة مؤسس المدرسة دي كان جيلبرتوس ألبنز واللي فضل محتفظ بإيراسموس معاه. وتالت مدرسة وهي نافيجيتورز اوف دون واللي طلع منها السبيس جيلد اللي مسؤولين عن الملاحة والسفر في الكون. في رواية سيستر هود اوف دون كانت راكيلا بيرتو أنيرول، وأيوة اسمها الأخير كان أنيرول على اسم الذكاء الاصطناعي اللي ظهر في مسلسلنا، ولا اتقال تفاصيل عنها. احنا كل اللي نعرفه إنها نجت من سم روساك، وده شفناه في الحلقة الثانية، وفي الحلقة الثالثة عرفنا إنها كانت متجوزة وجوزها مات في الباتليريان جهاد، وفي الحلقة الخامسة عرفنا إنها حضرت أثناء الحرب حاجة اسمها أومينوس بليك. طب المهم إيه أومينوس بليك ده ومين راكيلا دي أصلا؟ رغم دورها الكبير إلا إنه ما اتقالش عنها حاجات كتير في المسلسل، وده اللي انا جاي اوضحه لك دلوقتي وجاي اقول لك هي مين. على كوكب روساك واللي يعتبر كوكب اجواءه سامه كان في جماعه من النساء اسمهم روساك سيستر هود او سورسرز اوف روساك، ودول كانوا سحرة بتقودهم الريفرند ماذر او الام المبجله، وكانوا ضد التكنولوجيا عادي ومنحازين للجهاد. ومع ذلك السحرة دول كانوا محتفظين ببرنامج معتمد على الذكاء الاصطناعي وهو برنامج الاستيلاد اللي بينظم النسل، بس كانوا حافظينه في السر طبعا. على الجانب الآخر راكيلا كانت حفيدة فوريان أتريدس واتجوزت جندي كان بيحارب في الباتليريان جهاد، وجوزها مات أثناء الحرب، وهي كرست نفسها لمعالجة مصابين الحرب ولدراسة الطب، لحد ما في يوم ما بتتبعت لكوكب روساك عشان تعالج المصابين، وهي نفسها هناك هتصاب بالمرض وتعالجت منه، وكان من ضمن العلاج السم الأزرق اللي شفناه في المسلسل، واللي بيخلي متلقيه يا إما ينجو من السم ويقدر يتواصل مع أسلافه أو يموت.
وتنجو راكيلا من السم ده وتقدر تدرب خلايا جسمها على مقاومة السم. والمنهج ده هيتبعوه بعد كده البيني جيسرت عن طريق انهم بيدربوا خلايا جسمهم ويحاولوا يطوعوها عشان تقاوم اي سم. طب لو في الروايات هم كانوا على كوكب روساك، ازاي بقى في المسلسل كانوا على كوكب ولك التاسع؟ هقول لك يا حبيب اخوك، في المسلسل احنا شفنا مازر دوريتيا وهي كانت شخص متشدد جدا وضد التكنولوجيا، وفي الروايات هي كده برضه. وفي الروايات راحت قالت للامبراطور ان كوكب روساك عليه تكنولوجيا محرمه، فالامبراطور اخذ الاسطول بتاعه وكان رايح الكوكب ده عشان يحقق في الموضوع بنفسه. فاليا هاركونين وراكيلا لما عرفوا ان الامبراطور هيجي دمروا التكنولوجيا دي. فالامبراطور لما وصل ملقاش حاجه بس شك فيهم، فقرر حل جماعه سورسرز اوف روساك. بس بعد كده قدروا يتجمعوا تاني في كوكب ولك التاسع، ولكن اسم بيني جيسرت مش هيظهر لاول مره غير في عهد رئاسه فاليا هاركونين للجماعه. واغلب الاحداث اللي بقول لك عليها دي من الروايه وما ظهرتش في المسلسل، بس انا بحكيها لك عشان تعرف دور راكيلا الكبير اللي ظهر في المسلسل كمجرد ضيف شرف. ودلوقتي بقى نبدا فقره الاسئله اللي احنا مستنيينها. أول سؤال معانا هو إن ليه هاوس كورينو كان موجود في كوكب سالوسا سيكوندوس مش موجود في كوكب كايتن زي ما ظهر في فيلم دون الجزء التاني؟ سالوسا سيكوندوس كان كوكب إمبراطورية كورينو في أولها، يعني في فترة أحداث المسلسل، وبعدها الكوكب ده هيتحول لمكان بيتم سجن فيه أي حد خالف الأوامر الإمبراطورية، وكمان هيكون ساحة لتدريب السردوكار زي ما شفنا في دون الجزء الأول. بس حسب الروايات المفروض إن بولا تريديس هيرجع عاصمة الحكم من كايتن لسالوسا سيكوندوس، فاحنا ممكن نشوفه تاني في المستقبل. نيجي لأهم سؤال عندنا بقى وأكبر سؤال، إيه النهاية دي؟ وإيه اللي حصل في آخر المسلسل؟ أشرح لك أنا بقى حبيب أخوك. شوف يا حبيب أخوك، النهاية دي مش مفهومة، وحتى وقت تصوير الحلقة لسه صناع المسلسل ما شرحوش النهاية، ولا في أي موقع حتى حاول إنه يشرح النهاية أو يتكهن أو يفسرها أو أي حاجة. فاللي أنا هقوله لك دلوقتي هو اجتهادي الشخصي ووجهة نظري الشخصية اللي قد تحتمل الصواب أو الخطأ. فاكر من شوية وأنا بحكي لك القصة لما حكيت لك عن إيراسموس وإن هو كان بيحب يعمل تجارب قاسية على البشر؟ في نهاية مسلسلنا بقى شفنا ان في روبوت كان بيعمل تجربته على ديزموند هارت وواقف جنبه شخص، فانا توقعي ان ممكن يكون الروبوت ده هو إيراسموس، وممكن برضه يكون الشخص اللي واقف جنبه هو جيلبرتوس. وحيث اننا لسه في نهاية المسلسل، فلو تاخد بالك ان في الاخر فاليا هاركونين والاميرة نيز وكيران اتريديس راحوا الاراكس اللي هو كوكب الصحراء، والمفروض ان الاسطول الامبراطوري المسؤول عن حماية كوكب اراكس تحت قيادة اخو الاميرة نيز اللي هو كونستانتين كورينو. فاحنا ممكن نشوف الاخوات هيتجمعوا تاني في سيزون 2. وممكن كمان نضرب توقع كمان، حيث ان محدش عايز مننا حاجه بقى عمالين نديها توقعات. انا ممكن اتوقع ان الفريمان لو لسه ما جالهمش او ترسخ عندهم نبوءه الكفيتزات هديره، فممكن فاليا هاركونين وهي موجوده على اراكس تبدا تشتغل على انها تنقل لهم النبوءه دي، بس ده في حاله ان النبوءه لسه مش عند الفريمان اصلا. وحيث اننا جبنا سيرة الكفيتزات هاديرخ، فمازر راكيلا وهي بتموت قالت كلمة وهي تيران أرافيل، وتيران دي معناها تايرنت أو طاغية، وأرافيل هي كلمة عبري معناها الضباب أو الشبورة، في إشارة للحساب أو الهلاك على إيد طاغية. فهنا ده يدينا احتمالين، بس قبل الاحتمالين عايز أوجه تحية لأخويا محمد سعيد رأفت الهجان اللي بروح له في أي كلمة عبري. المهم ان اول احتمال وهي كانت بتشير لديزموند هارت والتكنولوجيا اللي متحكمه فيه، وتاني احتمال هو بعيد شويه بس ممكن انها يكون قصدها على بول اتريديس وابنه ليتو اتريديس الثاني، حيث ان الجوز كانوا طغاه يعني، بس هي غالبا كان قصدها على ديزموند هارت عادي. في اخر ريفيو دون الجزء الثاني انا قلت لك ان رجوع دانكن ايداهو اللي عمل دوره جيسون موموا على شكل غوله من صنع بيني تيليلاكس ده امر مستبعد وبعيد شويه، حيث ان ما تمش ذكر بيني تيليلاكس او التلميح ليها باي شكل. دلوقتي انا بقول لك ان فرصه ظهور الغوله اللي من صنع بيني تيليلاكس بقت قويه جدا بعد ظهور سيستر تيودوشا، واللي هي جايه من بيني تيليلاكس وتقدر تغير شكلها لاي شخص. والبيني تيليلاكس هم برضو زي جماعه يقدروا يعملوا طفرات جينيه او يعملوا مستنسخ من شخص مات من الدي ان ايه بتاعه. ويجي برضو سؤال مهم، ازاي سيستر فرانشيسكا ماتت في الحلقه الاخيره بالسم برغم ان اي حد في البيني جيسرت بيتمرن على ان جسمه يكون مقاوم للسم؟ دي ملهاش تفسير غير ان هم كانوا لسه في بدايه نشأة الجماعه بتاعتهم ولسه ما وصلوش للفول بوتنشال بتاعهم، عشان كده هي ماتت عادي. فاضل حاجتين كمان هقولهم لك ونخش في التطبيق.
في الحلقة الثالثة المتمردين جابوا التكنولوجيا من شخص اسمه دوري اوف اكسيان من كوكب اكس، والكوكب ده معروف ان سكانه بيعرفوا يصنعوا التكنولوجيا، صناعية التكنولوجيا يعني، ومش بيحترموا القواعد اللي حطها الباتليريان جهاد اللي هي ببساطة ما تصنعش تكنولوجيا. ويمكن ذكرهم كده في لمحة سريعة قد يكون تلميح لحاجة تانية، لان هيكون ليهم دور في فترة حكم ليتو اتريدس الثاني ابن بور. انا مش عارف ليه كل التلميحات بتودينا على ليتو اتريدس الثاني واحداث رواية ذا جاد امبرور. واضح ان الاحداث دي قربت. اخر حاجه هقولك عليها وهو ان في الحلقه الثانيه اتقال لمظر دوريتيا اللي هي بقت مسيطره على جسم ليلى وما نعرفش هتفضل مسيطره على جسمها لحد امتى، بس المهم انه اتقال لها ان الباتليريان سيسترز الجماعه المتشدده اللي هي كانت بتقودهم وهي عايشه ما بقتش موجوده. بس في الروايات اسم باتليريان سيسترز نفسه مش موجودين، ولكن موجوده جماعه شبهها وكانوا متشددين، وتشددهم ده كان من ناحيه كرههم للالات المفكره والتكنولوجيا، زي كده ما كان باين على مظهر دوريتيا وكل الحاجات اللي بتعملها في المسلسل. وبس كده حبيب اخوك، دي كانت فقره نرد افلام، فقره مكتوبه بكل النردنه اللي في الدنيا، وكانت فقره تقيله وحلوه الحقيقه. ودلوقتي نخش في التقييم. لبسنا الزعبوط بحيث اننا في الكريسماس نقيم بقى. وتقييمي لمسلسل دون بروفيسي هو 10 من 10. طبعا مسلسل مليان تلميحات وغني جدا بالاستر ايجز من الروايات، وغير كده كمان قصته نفسها والمؤامرات اللي فيه كانت حلوه جدا. حتى براين هيربرت نفسه واللي كان دوره استشاري في كتابه السكريبت كان بيمدح في المسلسل على موقع اكس او تويتر يعني، وكان بيقول ان ابوه لو شاف العمل ده كان هيكون فخور بشغل ابنه جدا. وطبعا يا حبيب اخوك المسلسل ده ريكومندد جدا جدا لو انت بتحب افلام دول. وبس كده يا حبيب اخوك، اتمنى تكون انبسطت، شربت شايك واكلت الحاجه اللي انت كنت بتاكلها. وبس كده هتلاقي عمو نرد افلام على فيسبوك ويوتيوب، سبسكرايب بقى وشير ولايك والحاجات الحلوه اللي انت بتحبها دي. وبس كده، كل سنه وانت طيب، سلام عليكم. قفل يلا.